وحبت من قلبها قوي، حبت من جوه قوي، وتثابت أو ثابت، وترجع بعد كده تقول القلب ما بيحبش غير مرة واحدة. أنا بعتذرلك جدا، الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، والكلام ده مش صح خالص. القلب بيحب مرة واتنين وعشرة، وهفهمكم بالتفاصيل ازاي. في ناس احنا حبيناها، واللي خلانا نفارقهم سوء اختيار، أفكار، مش مناسبين، أو مفيش نصيب، أو عدم اكتفاء، أو عدم نضج. إنه مش بس بيكون فراق شخص، لأ ده كمان بيكون فراق شعور، مشاعر. ليه بقولك كده؟ لأنك حبت حاجات كتيرة قوي ممزوجة مع بعض في الخلاط. زي إيه؟ أفكار، مشاعر، أحاسيس، طبع، تطبع، اعتقاد، مبادئ، وحتى طاقة كمان. فلما بتحس حاجة ناحية حد مش هي أبداً اللي ممكن تحسها ناحية حد تاني. كل واحد بيلمس حاجة فيك مختلفة تماماً عن التاني، رغم إن ممكن يكون فيه حاجات مشتركة كتير، لكن ده جزء من أجزاء كتيرة قوي أنت لسه ما اكتشفتهاش عن نفسك. وهتتفاجأ بده لما تلمس أحاسيس ومشاعر هتحسها مع ناس جديدة، هتكتشف جزء تاني خالص جواك. والسؤال اللي ممكن يكون نط في عقول ناس كتيرة جدا، طب ما أنا كده مش هبطل أحب وعمري ما هكتفي، لأني كل شوية هقابل ناس جديدة، وإن أنا اكتشف جانب من الجوانب اللي أنا معرفش عنها حاجة جوايا هيزيد أكتر. إجابة السؤال فعلا ممكن تكون علشان كده احنا مش بنطوع القلب على طول، والعقل بياخد جزء كبير قوي في الحتة دي، لأن هنا المشاعر الناضجة ما بيتحكمش عليها لمجرد إن قلبي دق أو إن روحي انجذبت، بيتحكم عليها بالعشرة، بالأمان، بالاحترام، بإني بتخانق معاك كتير قوي لكن بنسمع بعض وبنحترم بعض وبنشوف وجهة نظر بعض ومتمسكين ببعض، إني دايما بشجعك، إني دايما شايفاك إن قيمتك كبيرة، وإنك غالي، وإنك سندي وأماني، إنك مسؤولة مني، إني حطك في عيني وشايلك فوق دماغي. حاجات كتيرة قوي بتخلي الحب يتطور من مجرد انجذاب في مشاعري. حاجات بسيطة قوي خطفتني في أول العلاقة، حاجات ريحتني لإنسان سكن جوايا، بقى سكينة بتاعتي. ولما بتسكني ده اسمه حب اكتفاء، حب اكتفاء قلب وعقل وروح. فربنا يا رب يرزق كل واحد بالحب ده. أما لو لا قدر الله حد فقد شخص كان بيحبه الحب ده أو حب الاكتفاء، فربنا يقويك ويطبطب على قلبك، وإنك تاخد خطوات التعافي بشكل صح جدا، لأنه بيبقى صعب، وعلشان ترجع تاني تستأنف حياتك وتكون إنسان سوي وتقدر تكمل حياتك. والفيديو كان معمول علشان خاطر أعرفك إن مفيش حاجة اسمها القلب بيدق مرة واحدة، وإن المشاعر اللي انت بتحسها ناحية الشخص ده استحالة تحسها ناحية شخص تاني.